يا جماعه انا مستغرب جدا ازاي مكان عنده ترابيزتين او 3 بس زحمه بالطريقه دي. يا جماعه انا جيت امبارح لقيت المكان زحمه بالضرب، فجيت النهارده العصر عشان اجربه لقيته برده زحمه بالضرب وويتنج ليست والناس. انا دلوقتي في سموحه عشان اعرف هل بيتزا يستحق الضجه دي كلها ولا اي كلام. يلا بينا. بصوا يا جماعه احنا عملنا الاوردر وقعدنا بره، المكان جوه ما شاء الله ما شاء الله كومبليت. اخيرا وصل الاوردر بعد تقريبا ساعه الا ربع. بصوا فكره المكان عامه اللي هو بيعمل ديترويت بيتزا، دي نوع موجود بس في ولايه في امريكا اسمها ديترويت، وده اول مكان ينزل النوع ده في مصر. هنجرب بقى. دي اول حاجه، دي بيتزا تشيز برجر. الكونسبت كله بيبقى بص بيتزا مستطيله كده متقطعه مربعات، شايف عليها تشيز برجر، شايف عليها صوص غالبا ده صوص تكساس او تيستي، على خيار مخلل. بص المنظر، منظرها رهيب. عجينه سمكها عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الطبقه اللي تحت عامله كراست كده بس عامله قرمشه. البرجر خطير، عامل صوص حلو قوي. هنخش على بعض. تاني واحده اللي هي روزي تشيكن رانش، هي دي عليها فراخ مش فراخ مقليه. يا ربنا حلوه، فراخ نضيفه قوي 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 قوي. دي ديترويت الكبيره، ديترويت برضو بس دي بيس صغيره، احنا جبناها